السلالم الكهربائية كانت معمولة كلعبة للملاهي سنة 1895. صاحب الفكرة دي واحد اسمه جيسي رينو عملها في كوني ايلاند. كانت زي سير متحرك بميل 25 درجة ومن غير اي سلالم. وبعد سنتين حاولوا يعملوا نسخة اكبر في انجلترا لكنها فشل. وده ليه؟ حلو انك سألتني السؤال ده، لانهم لو حطوا درجات على السير المايل الدرجات دي هتميل وتقلب اول لما تلف ومش هتعرف تقف عليها. الحل الذكي جه سنة 1899. واحد اسمه تشارلز سبيرجر لقى الحل بالتعاون مع شركة اسمها OTIS. خلى كل درجة سلم عندها 4 عجلات، والعجلات دي بتمشي في مسارات زي قضبان القطر. الدرجة بتلف على نفسها وترجع تاني من البداية، وده بيخليها مستقيمة وتقدر تقف عليها وما تقعش. طب ليه كل السلالم المتحركة فيها خطوط؟ زمان السلالم دي كانت معمولة ملساء، ودي كانت بتعمل مشاكل كتير لو انت كنت طالع على السلالم والجزمه بتاعتك رباطها مفكوك، فكان ساعات بيشبك في اخر السلم وبيعمل مشاكل. عشان كده قرروا يعملوا السلم مخطط عشان تكون نسبه الامان عاليه. بس يا سيدي ما تنساش تروح تاخد بصه على المصادر. سلام.